السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. انا سحر الباز، صاحبه قناه من حياتي تعيشي صح. آه انا جالي تعليق على اخر فيديو للغده الدرقيه اللي انا عاملاه. كاتب لي فيه هو شخص اسمه عبد الفتاح محمد منصور، معرفش ان كان ست او راجل، ايا كان هو مين ما علينا. التعليق بيقول ايه بقى؟ بيقول انا عملت العمليه، ثانيه واحده. تعليق بيقول انا عملت العمليه من شهرين، وكل لما اسمع فيديوهاتك بتنزلي من معنوياتي خالص. الصراحه كل كلامك ان حياتك اتدمرت، وبصراحه الكلام ده بيخوفني جدا. بدل ما تطمنينا بتخوفينا، انا بطلت اتابعك. تمام. دلوقتي من الواضح انت او انت ايا كان هو مين اللي صاحب البوست ده او التعليق ده. شكلكم ما شفتوش الفيديوهات بتاعتي للاخر. انا عامله اكتر حوالي 4 او 5 فيديوهات، كل كلامي فيهم بقول انا في حاجات غلط اتعملت في البدايه، انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه في موضوع الغده، دمرت صحتي ودمرت لي حياتي. فلما بحثت وعرفت انا ايه الغلط اللي عندي وحاولت ان انا اعالجه، بقيت اطلع اتكلم في القناة عندي وبقول تجربة شخصية ليا. تجنبوها، شفتوها صح شفتوها غلط. كان نفسي يعني كنت اتمنى تتكلم معايا او تتكلمي معايا باسلوب يعني اظرف والطف من كده بشويه. تابعتيني او ما تابعتينيش دي حاجه بتاعتك انت، لا هتقللي مني ولا هتنقصيني ولا هتزوديني. المفروض تخشي على التعليقات اللي موجوده كلها في القناه، وهتشوفي على الفيديوهات، هتشوفوا الناس كلها بتتكلم بتقول اللي عامل العملية من شهر، من شهرين، من سنة، اللي بيحس بوجع وألم في عظمه. ربنا يبارك لك انت او اللي يبارك لك. ما عندكيش مشكلة في عظمك او في صحتك، كملي وخافي وحافظي على صحتك. انا كل كلامي كنت بقول، انا كنت معرفش اي حاجة في اي حاجة عن موضوع الغدة الدرقية خالص. كل معلوماتي عنها ان انا هشيل الغدة وهاخد التروكسين. تمام. ايه هو بقى الالتروكسين؟ بيتاخد هرمون تعويضي للهرمون اللي كانت بتفرزه الغده اما كانت موجوده لسه في رقبتي في جسمي. لكن لما اتشالت في هرمون تعويضي انا باخده. لكن اعرف ايه؟ اعرف ان انا لازم اخد فيتامينات ومعادن، ان انا لازم امشي حياه صحيه وحميه غذائيه صح، ان انا اعمل تحليل كل 3 شهور. كل ده انا معرفوش. طبعا عملت العمليه، كل اللي عملته دكتور كتب لي التروكسين بس. مفيش اي حد قال لي تابعي مع دكتور تغذيه، ولا حد قال لي تابعي مع دكتور غدد صماء، ولا اي حد قال لي ان انا اعمل تحليل كل 3 شهور. فانا حياتي اتدمرت حرفيا سنه كامله. بعد ما كنت بشتغل وبنتج وبروح اشتغل، وكان شغلي كله يعتبر مجهود في مجهود، لقيت نفسي ما بقدرش اشتغل، ما بقدرش اعمل اي حاجه. كنت اروح للدكتور واقول له يا دكتور انا بحس بتعب، بارهاق، بهمدان، عظمي بقى يوجعني، بعرق بطريقه صعبه جدا، صيف شتاء، شعري بقى يقع، حياتي الصحيه كلها بقت متوتره، مش هي اللي كانت موجوده زي ما كنت الاول. فكان الدكتور يقول لي اعمل لك ايه؟ انت كثيره الشكوى. كنت اقول له يا دكتور طب انا يعني انا جايه لك انا عايزه اعرف انا فيا ايه؟ تقول لي كثيره الشكوى. طب لما حضرتك ما تعرفش، امال مين اللي يعرف؟ انا اللي اعرف. المهم خدت الكلمتين، كتب لي طبعا علاج كان كله مسكنات وكله بسط العضلات، الحاجات دي كلها. كل اللي كانت بتعمله انا كنت بمشي عامله دماغ، ولا اي حاجه غير كل اللي انا بعمله تعب في تعب في تعب. لا قادره اشتغل، لا قادره انتج، لا قادره اعمل اي شيء. ما وقفتش لحد هنا، ما قعدتش بقى حطيت ايدي على خدي، لا. بحثت في اليوتيوب، ربنا كرمني وطلع الدكتور كريم علي. اول حد يعتبر اتعرفت على قناته في اليوتيوب، بيتكلم عن الغدة الدرقية وبيتكلم عن الحياة الصحية. عرفت ان انا لازم اعمل تحليل كل 3 شهور، وعرفت كمان ان انا لازم اظبط جرعة الهرمون في جسمي. عرفت ان انا لازم ان انا اخد الجرعة كل يوم الصبح، احدد لها ميعاد، وبعديها ما باكلش بعدها لمدة ساعة. عرفت ان انا لازم اخد فيتامينات ومعادن، لازم اعمل رياضة على الاقل ان انا امشي، لازم ان انا امشي حمية غذائية، امنع السكر، امنع النشويات، امنع الدهون والزيوت المهدرجة اللي هي بتتباع في السوبر ماركت وفي المحلات بره. امشي حياه صحيه، اكل دهون نباتيه، دهون صحيه، كل حاجه. ان انا امشي نظام حياه علشان لا شعري يقع، ولا احس بالهمدان، ولا احس بالدوخه والارق والتعب والارهاق اللي انا كنت بحس بيه. اعمل تحليل كل 3 شهور، اروح بيه لدكتور يكون بيفهم، دكتور تغذيه علاجيه، مش دكتور باطني، دكتور يكون فاهم وتخصصه علاج وضبط هرمون الغده الدرقيه. تمام كده؟ تمام. فطبعا انا لما لقيت كده، ولقيت ان الناس كتير قوي بتشتكي، ولقيت ان انا نفسي حياتي اتحسنت مجرد ان انا بس
عملت النظام ان انا اخدت فيتامينات ومعادن، ومشيت قطعت السكر ومشيت والنشويات، ومشيت على نظام صحي، وبقيت اتحرك، لقيت صحتي بتتحسن للافضل، لقيت كل حاجه في حياتي بقت كويسه. فده اللي خلاني فكرت ان انا اعمل القناه، وان انا اطلع اقول تجربتي، وان انا اطلع اقول يا جماعه خلي بالكم، كل اللي عنده غده درقيه شالها او ما شالهاش لازم يعمل تحليل، ولازم ياكل صح، ولازم ينام صح، ولازم يعمل رياضه. لازم كل الحاجات دي تتعمل علشان ما يجيش عليكم يوم من الايام ويجي عليكم وقت يحصل فيكم زي اللي حصل فيا. لان فعلا حرفيا حياتنا وقفت. انا بقالي 7 سنين شايله الغده، من قبلها طبعا بثلاث 4 سنين انا شايلاها. مكتشفه ان انا عندي الغده من 2012، وشلتها 2016. 2016 ايوه. فالفتره دي كلها يعتبر تقريبا حوالي 10 سنين حياتي اتدمرت، عظمي بس كنت بشتغل. لكن حرفيا انا بقالي 3 سنين قاعده في البيت، ما بعرفش اشتغل، ما بقتش اقدر اعمل اي مجهود، ما بقتش اقدر اعمل اي حاجه. لقيت نفسي طبعا حياتي بتتدمر وكل حاجه وقفت في حياتي. كنت عامله مشروع كله واقف كل حاجه. فلقيت لا ستوب، ورحت عامله القناه، وابتديت ان انا امشي على نظام صحي معين. فرق معايا، لقيت في فعلا رد فعل حلو قوي. لقيت الفيديوهات دي يعني بقت جايبه مشاهدات. ناس كتير دخلوا لي من الجزائر، من المغرب، من السعوديه، من مصر، من اماكن كتير، بيقولوا لي انت بتشتكي، انت بتتكلمي عن حالتنا. احنا فعلا حرفيا حياتنا اتدمرت 360 درجه. حياتنا بقت عبارة عن إني أنا قايمة بقى بتألم، نايمة بتألم، لا عارفة حياتي الزوجية وحياتي الأسرية مش قادرة أقاومها، ولا قادرة أعمل فيها حاجة، ولا قادرة أخدم ولادي ولا بيتي ولا جوزي. نعمل إيه؟ كل اللي كنت بقوله لهم تاخدوا التروكسين في ميعاد محدد، لا. بتعملوا تحليل كل 3 شهور، لا. تاخدوا فيتامينات والمعادن قبل ما حدش قال لنا، نفس اللي حصل معايا. طب يا جماعة روحوا لدكتور تغذية علاجية كويس، وروحوا لدكتور غدد صماء كويس يظبط لكم الدنيا دي كلها. كان يروحوا لدكتور الغدد الصماء يقول لهم لا، مش محتاجين فيتامين، مع ان المفروض محتاجين فيتامين د، ومحتاجين كالسيوم، ومحتاجين فيتامينات ومعادن، لان احنا جسمنا فيه خلل. دي حاجه. تاني حاجه، اي حد عمل غده درقيه لازم مجرد ان شاء الله كده ربنا يكرمه ويقوم بالسلامه، ويفك يفك السلك، يروح يعمل اشاعه وتحليل على الغده الدرقيه عشان يتاكد الغدد موجوده ولا لا، لان هي دي المسؤوله كمان عن الكالسيوم في الجسم. لان لو مش موجوده في الجسم هيحصل فيه خلل، وهيحصل فيه كرامبات، وهتبقى مشاكل اضعاف 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 بسبب نقص الكالسيوم. تمام. فكل ده انا كنت اقول لهم يعملوا كده، الدكتور يقول لهم لا، يروحوا لدكتور التغذيه العلاجيه يقول لهم خدوا فيتامينات ومعادن. لما كانوا بيعملوا كل ده وحالتهم بتتحسن وصحتهم بتتحسن، كانوا بيرجعوا يشكروني. فاما اجي الاقي تعليق زي ده، فربنا يهديه، هو من الواضح ان هو لسه مستجد، فمش فاهم حاجه. بس بالله يعني انا ممكن اقول لك خلي بالك، او اقول لك خلي بالك على صحتك وامشي النظام صحي، واعملي كل اللي انا قلت عليه، والله ما حد هيقوله من الدكاتره، والله ما هتلاقوا حد يعرفكم الكلام ده، لاني انا ما لقيتش حد. والناس اللي دخلوا لي من كل الوطن العربي بما فيهم مصر كمان، ما حدش قال لنا الكلام ده. فخلي بالكم من صحتكم، وحافظوا على صحتكم، وكلوا صح، وناموا صح، واعملوا كل حاجه صح، لان احنا جسمنا بقى فيه خلل. لان الغده الدرقيه هي المايسترو، هي اللي مسؤوله عن كل حاجه في الجسم، هي المسؤوله عن الحرق، عن الطاقه، عن كل حاجه. كل حاجه في الجسم هي المسؤوله عنه، بتنشطه، بتشغله، كل شيء. فاما الاقي تعليق زي ده كده، فكان من المفروض انا رديت كلام، قلت كلام يعني 3 ايام كتابه كده. ولكن برضو قلت اطلع اتكلم في فيديو واقول علشان هو يشوفه او هي تشوفه، وكمان الناس الباقيين اللي ما يعني اللي ممكن يكونوا ما بيشوفوش الفيديو للاخر او مش مستوعبين كلامي يقدروا يفهموا، واقدر ان انا اوصل معلومة. فعلا احنا من البداية لو ما اخدناش الدنيا وما خدناش الموضوع بجدية، ان احنا نبقى فاهمين وندرس حياتنا صح، وندرس الغدة دي بالذات هي ايه اللي المفروض نعمله معاها، هتقلب علينا جامد وهتبهدلنا جامد، وهتأثر علينا في حياتنا وفي صحتنا. انا كمان في فيديوهات جايه كتير، انا هقول لكم المكملات اللي انا اخدتها، وهقول لكم الحاجات اللي انا اخدتها، لإلا من يهمه الامر. اللي مش عاجبه مع السلامه، واللي عاجبه على راسي. وحاطه رقم، حاطه رقم الواتس بتاعي على القناه عندي، وفي الفيديوهات حاطاه كمان في الفيديوهات القديمه بالذات، وحاطه رقم حاطه كل حاجه. اي حد عايز يتكلم معايا في اي حاجه انا بتكلم معاهم، وبفضل معاهم لحد ما بقوا تمام وزي الفل. انا مش دكتوره، وما بدعيش ان انا دكتوره، انا بنقل تجربه انا مريت بيها.
والله خدتوها خير وبركة، انتوا اللي مستفيدين، ما خدتوهاش برضو انتوا حرين. فانا كده الفيديو بتاعي خلص. بجد بالله عليكم اهتموا بصحتكم كويس جدا. مش شرط يكون عندكم الغدة الدرقية او شايلينها او مش موجودة او موجودة. اهتموا بصحتكم في العموم، علشان ما يجيش عليكم الوقت ان تلاقوا الصحه بتاعتكم في النازل، لان كل ما بنكبر في السن كل ما حياتنا بتقع، بيبقى في منحدر كده وحياتنا بتقع. فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده، ونخلي بالنا من المعلومات دي كلها، وخلي بالكم من حياتكم، وخلي بالكم من نفسكم. انا كده الفيديو بتاعي خلص، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. انتظروا مني كل يوم فيديوهات اطلع وهتكلم فيها عن كل حاجه، واي حد هيسألني سؤال في الكومنتات هرد عليه في الكومنت، وفي نفس الوقت كمان هطلع وهرد عليه في فيديو. انا ما بتكلمش كلام وخلاص، انا ببس يعني اي حد بيسألني سؤال ببحث عليه، لو انا مش عارفاه او حتى عارفاه ببحث عليه مره واثنين وثلاثه وعشرة، وباخد الكلام من بق الدكتور وباجي اعمل بيه فيديو. يلا سلام عليكم، باي باي.